في واقعة غريبة بالحي الراقي، اتهمت موظفة بترول لتهم فتاة أوكرانية بالتعدي عليها داخل كومباوند دار مصر. وقالت هالة إنها استيقظت من النوم على صوت تصادم كبير أسفل منزلها، فخرجت بصعوبة شقيقتها لمعرفة سبب التصادم. فوجدت فتاة أوكرانية تقود سيارة تحت تأثير الكحوليات، واصطدمت بسيارة متوقفة على جانب الطريق، وانقلبت سيارتها وأنها نزلت مسرعة إلى السيارة لكي تتمكن من إخراج الفتاة الأوكرانية. وأكدت هالة في بلاغها أنها اتصلت بالنجدة للإبلاغ عن تفاصيل الواقعة، فثبت الفتاة الأوكرانية بأبشع الألفاظ باللغة الإنجليزية والعربية والتعدي عليها بالضرب حسب وصف البلاغ. واصطحبت النجدة الفتاة إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات. وذهبت الفتاة المبلغة وحررت محضرها السابق ضد الفتاة الأوكرانية، واتهمتها بالتعدي عليها بالضرب والسب والقصف. ودلت المصادر أن الفتاة الأجنبية كانت رفقة شاب، وكانت تقود السيارة بسرعة جنونية وهي في حالة سكر، حتى صدمت بالسيارة وحدثت الواقعة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.